كابتن طارق الباب، يعني إنسان عجيب وكاره لنفسه وأصفر. يعني قال تصريح وهو متجهما مجهشا، وعينيه مرغرغة، بيتكلم على أحمد بلال. بيقول أنت قلت إن أنا مش هظهر على أي شاشة لو نادي الزمالك ما خدش الدوري. إحنا بقى مش عايزين نشوف وش أهلك. السماجة دي وقلة الأدب. إيه الإعلام الرياضي المعفن ده؟ وأنت طالع على قناة نادي الزمالك، يعني حتى مش بتعمل فيديو على صفحتك الخاصة أو اليوتيوب بتاعك أو موقعك، لا أنت طالع على قناة الزمالك. معنى كده إن أنت بتمثل هذه الثقافة. نادي الزمالك عيب. يعني اللي طلعك على القناة تقول الكلام ده، مفيش مفيش حد بيكبح. حلو، يكبح جماح الوتور. يعني انت موتور. يعني مش عارف اوصفك ازاي. مش عايزين نشوف وش اهلك. ايه الخصومه والفجور في المنافسه دي؟ يعني طب ما ايام الكابتن جمال عبد الحميد، ده اكتر واحد صرح تصريحات بلح. يعني يقول لك انا لو الاهلي خدت مش عارف ايه، لو الزمالك ما خدش ايه، انا مش هظهر تاني، انا ما افهمهاش، انا ما اعرفهاش، انا مش ما لعبتهاش. يعني هو الراجل قال كده، انا ما افهمهاش، ما افهمش فيها، ماليش فيها. واحنا بنضحك. اي نعم طلع كذاب، بس واحنا بنضحك. بس انك تبقى وجهك عابس ومليان كره وحقد، يعني على اي حاجه اسمها اهلي. يا اخي احنا بنهزر. يعني التحفيل ده هزار ودعابه، انما انتوا تقريبا ما تعرفوش الكلام ده اصلا. يعني عندكم عقد نفسيه. عقد نفسيه من زمان. وبعدين انتوا بتعرفوا تحفلوا وبتعرفوا تضحكوا، بتعرفوا تستغلوا الظروف. بس لو جينا بالارقام، ما تتكلمش 50 سنه. يعني بينك وبيني في الدوري 30 دوري، قدامك 30 سنه. احنا في سنه كام؟ 26 و30 و56. 2056 تقدر تتكلم وتقول انا بنافس النادي الاهلي، ان انا بقيت قده في عدد بطولات الدوري بس. يا اخي احنا واخدين 27 بطوله منهم 25، لا 26 بتاع صلاح وواحده سوبر، كلهم مني. ما تجيش تتكلم بقى وتقول لي مش عارف ايه، ما نشوفش وش اهلك. دي قله ادب. يعني انا لطيف في الكلام، دي بسميها قله ادب وسماجه وفجور في الخصوم.